السلام عليكم ورحمة الله حبايبي تلاميذ الصف السادس، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنحل إن شاء الله النهاردة اختبر نفسك على الدرس الأول من الوحدة الثانية صفحة 37. الأسئلة كلها على الأعداد الصحيحة. تعالوا كده حبايبي نشوف مع بعض إزاي نعرف نحل أسئلة الأعداد الصحيحة اللي ممكن تكون جايالي من اسئله الامتحانات والمحافظات. تمام، نبدا كده بسم الله مع بعض. بيقول لي ايه السؤال الاول؟ اختر اجابه صحيحه. العدد -2 يقع مباشره على يمين العدد على خط الاعداد. طب تعالوا كده الاول قبل ما نبدا نشتغل نتعرف على خط الاعداد الصحيحه. ادي خط الاعداد اهو. خط الاعداد ده يا حبايبي عباره عن خط مستقيم في النص كده، خط مستقيم يعني ليس له بداية وليس له نهاية، بسهمين كده من الطرفين. الأعداد اللي في النص هنا في الصفر. طيب الأعداد التي تقع على يمين الصفر يعني على إيديك اليمين اسمها أعداد صحيحة موجبة. صاد موجب كده، نرمز لها بالرمز صاد موجب بالشكل ده. تمام. طيب الأعداد التي تقع على يسار الصفر يعني جهة إيدك اليسار بسميها أعداد صحيحة سالبة، برمز لها بالرمز صاد سالب بالشكل ده. خلاص، إيه هي بقى الأعداد الصحيحة الموجبة وإيه هي الأعداد الصحيحة السالبة؟ الأعداد الصحيحة الموجبة بتبدأ ب1 2 3 4 5، والأعداد الصحيحة السالبة بتبدأ ب-1 -2 -3 -4 إلى موجب ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية. طيب العدد اللي بيقول لي عليه في السؤال العدد -2 أهو، يقع مباشرة على يمين يعني على ايديك اليمين جهة اليمين من العدد كام؟ أنا -2 أهو، وده العدد اللي بيقع -2 مباشرة جهته. تمام، أو العدد اللي بيقع جنب -2 اللي هو مين؟ -3. الإجابة رقم أ. طيب جميع الأعداد التالية أصغر من -4 فيما عدا. بصوا بقى حبايبي، خط الأعداد اللي قدامي ده كل ما أنا بتجه يمين فالأعداد بتزيد أو بتكبر. كل ما اتجه يمين فالعدد بيكبر، وكل ما اتجه يسار فالعدد بيقل. طيب بيقول لي كل الأعداد أصغر من -4، أدي -4 أهي. كل الأعداد اللي على يمينها خلاص أكبر منها، وكل الأعداد اللي على يسارها أقل منها. يعني لو جينا نكمل هنلاقي -5 -6 -7. فهنا بقول لي كل الأعداد التالية أصغر من -4 فيما عدا. -10 أيوة أصغر من -4. -2 لا، -2 أكبر من -4. يبقى هي ده المطلوب، دي الإجابة الصحيحة. ليه؟ لأن بيقول لي فيما عدا، يعني أنا عاوز أجيب العدد الكبير. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي إيه الأعداد؟ أي الأعداد الصحيحة التالية ينحصر بين العددين الصحيحين 2 و-3؟ أدا الاتنين أهي، نجيب قلم لون تاني. الاتنين أهي والسالب 3 اهي. ايه الاعداد المحصوره بين الاثنين والسالب 3؟ هتقول لي الواحد والصفر والسالب 1 والسالب 2 المحصوره بينها يعني التي تقع بينها. طيب هنيجي هنبص هنلاقي بيقول لي ايه؟ -6. هل -6 موجوده في الاعداد دي يا شباب؟ لا يا ميس، يبقى دي لا. -3 لا، لان بيقول لي محصوره يعني لا اخد دي ولا اخد دي. -2 ايوه هي السالب ايه؟ -2 اهي من على خط الأعداد. السؤال رقم 4 بيقول لي الأعداد الصحيحة الأقل من الصفر. الأقل من الصفر أدا الصفر أهو. كل الأعداد الصحيحة السالبة هي أعداد أقل من الصفر، يعني كلهم أو الأعداد سالبة. ثانيا بيقول لي انخفاض درجة الحرارة 8 درجات مئوية تحت الصفر يمثلها العدد -8. تحت الصفر يعني أقل من الصفر. عدد صحيح غير سالب وغير موجب هو مين؟ الصفر. وناخد بالنا جدا من الملحوظة دي ملحوظة مهمة جدا. العدد الصفر ليس سالب وليس موجب، خد بالك دي مهمة. صفر ليس سالب وليس موجب.
العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد الصحيح سالب 8 هو، بصوا انا عندي بقى حاجة اسمها العدد السابق والعدد التالي. العدد التالي دوما ازود على السالب 8 ده واحد، ازود على السالب، قول لي تالي يعني اكبر منه بواحد، فالسالب 8 اما ازود عليها واحد هيديني سالب 7، يعني هنا السالب 7 هو العدد الصحيح التالي للسالب 8، يعني انا عندي هنا السالب 8 اهي اهو، التالي يعني اللي بعدها، وانا ماشيه يمين التالي العدد التالي بكون ماشيه يمين، خلاص. العدد السابق بمشي شمال، يبقى لما يقول لي العدد التالي امشي يمين، يعني سالب 8 هات اللي قبلها على طول باليمين، يبقى منها سالب 7. طيب لو اداني مثال مثلا قال لي العدد التالي مباشرة للعدد سالب 8، يبقى التالي السابق اسفة هيبقى السالب 9، السابق هيبقى السالب 9. اشترى احمد قميصا وتم خصم، يعني بطرح سالب 15 جنيه من اسفة تم خصم 15 جنيه من ثمنه، فان العدد الصحيح الذي يعبر عن الخصم هو ناقص 15، لان انا هطرح من الثمن بتاعي 15. ثالثا اجب حدد مواضع الاعداد صفر اهو، سالب 3 اهي، 3 اهي، ممكن اعمل كده وممكن اعمل نقطة فوق العدد كده. ما هو العدد الصحيح الذي يعبر عن ارتفاع مبنى سكني 12 متر فوق سطح البحر؟ 12 ده العدد الصحيح، يعني فوق سطح البحر يمثله الأعداد الصحيحة الموجبة، فوق سطح البحر يمثله الأعداد الصحيحة الموجبة. اكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين كل من 6 وسالب 2. طيب هترجع من قبل الستة كام؟ هتقول لي 5. عد بقى كده وانت رايح شمال اهو على خط الاعداد اللي احنا عاملينه، هعد وانا رايحه شمال لحد ما اقف عند السالب 2. هتقول لي مين هم بقى الاعداد دي يا شطار؟ 5 4 3 2 1 0 سالب ايه؟ سالب 1. هي دي الاعداد المحصوره بين الستة والسالب 2. طيب الاعداد المحصوره بين الواحد والسالب 1 هو الصفر بس. لو جينا نشوف اهو، ادي الواحد على خط الاعداد اهو، وده السالب 1، يبقى الصفر هو العدد الوحيد المحصور بين العدد الصحيح المحصور بين الواحد والسالب 1. تمام؟ نحط لايك للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل الفيديوهات ان شاء الله باذن الله اللي هننزلها. ربنا يوفقكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.